اللي كانوا معانا في ورشة الحقي عيشي أو في ورش الحقي عيشي كانت بتحط يعني كده بنمسك في إيدين بعض علشان نقول لكل واحدة فينا ونفكر كل واحدة مننا إنه الحياة فيها الكتير قوي اللي يستحق إنه يتعاش بطريقتنا بأحسن ما فينا، وإن إحنا نكتشف أحسن ما فينا. بدأنا الرحلة دي من حوالي شهرين ومكملين وهنكمل وانتوا معانا. والحقيقة يعني سارة وفاطمة وانا نجهز لحاجة يعني يا رب يا رب ان شاء الله تعود بالفايدة على الجميع برضو في نفس السلسلة، وهي انه احنا محتاجين نعرف عشان نلحق نعيش، احنا محتاجين سكة التوازن، نعرف نروح لها منين علشان نعمل حياة متوازنة وحياة نبقى مبسوطين فيها. محتاجين ان احنا نعرف الطريق والسكة، محدش بيعرف الطريق لوحده. لما بنمسك في ايدين بعض السكة بتبقى امتع وبتبقى أأمن، وبنأثر على بعض الطرق، وفي نفس الوقت بنزق بعض في الاتجاه اللي يا رب يبقى بينور علينا جميعا. باختصار سكة التوازن دي هي ماشية مع بعضها في كذا اتجاه، والحقيقة ان هما 3 اتجاهات. سكة العقل عشان نفهم يعني ايه توازن ونبدأ نحط المفهوم ده في دماغنا، وفي نفس الوقت سكة القلب والمشاعر واللي احنا حاسين بيه، وده سارة هتكلمنا فيه، وسكة الجسد وعلاقتنا بجسمنا. الحقيقة إنه أفكارنا ومشاعرنا بتصب عند الدكتورة فاطمة، علاقتنا بصحتنا وبجسمنا وبفهمنا نمط الغذاء بتاعنا. هو ده اللي احنا متفقين عليه احنا الثلاثة، إن هو ده اللي احنا عايزين نبدأه مع الناس، إنه احنا بنشاور على الاتجاه، على السكة والطريق بتاع التوازن. إن شاء الله الورشة اللي هنعملها وهنعلنها إن شاء الله لحضراتكم وهنتقابل فيها يعني كده وجها لوجه ونتفاعل فيها، هيبقى فيها حاجات كتيرة جدا. لو في حاجات عايزين إن احنا إن شاء الله يوم الورشة نتكلم فيها أكتر أو نركز عليها أكتر، يا ريت برضو تكتبوا لنا في التعليقات، وإن شاء الله هنبعت لكم كل التفاصيل.